مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. معكم الاخ رضا من قناه عالم رضا، قناتنا وقناتكم كاملين. الخوت ديالي مبروك 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 لعشاق نادي برشلونه الدوري الاسباني، واخيرا برشلونه يتوج بالدوري الاسباني على استحقاق وجداره. الخوت ديالي فوز برشلونه على اسبانيول في الشوط الاول ب3-0. خوتي برشلونه انتهى المباراه ديالو مع اسبانيول والضربه القاضيه مع اسبانيول. مبروك كما قلنا لعشاق نادي برشلونه، ونتمنوا من الله ان ريال مدريد تاهل الى النهائي ديال دوري ابطال اوروبا، والملكي يتوج بدوري ابطال اوروبا موسمين على التوالي. الخوت بغيتكم تعطيوني رايكم نتوما في التعليق على نادي برشلونه، واش البارسا يستحق الدوري الاسباني على استحقاق وجداره هذا الموسم او لا. والمباراه اللي غادي نشاهدوا يوم الاربعاء ان شاء الله امام مانشستر سيتي، ريال مدريد غادي يواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي في دوري ابطال اوروبا. مباراه الذهاب انتهت 1-1 في سانتياغو برنابيو، ومباراه الاياب غادي تحسم في الملعب الاتحاد، الملعب ديال مانشستر سيتي. غادي تكون مباراة قوية، ونتمنوا من الله ان الريمونتادا يديرها نادي ريال مدريد، ونستمتعوا مع نادي ريال مدريد في نهائي تشامبيونز ليغ، ويقدر يواجه انتر ميلان، وغادي يكون مباراة جميلة في النهائي ديال دوري ابطال اوروبا. والخوت بغيتكم تعطوني رايكم على المباراه ديال اليوم اللي شاهدنا ديال نادي برشلونه واسبانيول. خليوا لي رايكم في التعليق، ورايكم راه مهم بالنسبه لنا حنا. شكرا لكم جزيلا. كان معكم الاخ رضا من قناه عالم رضا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.